ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جايه لكم بوصفه حلوه جدا 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 ومجرباها على نفسي الاول. وانا انتوا عارفين انا مش بنزل لكم حاجه الا لما اكون عملتها مره واثنين وثلاثه وتكون ناجحه معايا. بصوا، دي وصفه لتخسيس الجسم وخصوصا منطقه البطن الوصفه دي انا قلت انزلها لان انا جربتها، ومن اول 3 ايام حسيت بفرق جامد، حسيت كده بخفه. انا مش الميزان مش موجود، بس حسيت بفرق جامد جدا في البطن وفي الانتفاخ بتاع البطن وفي الخفه والحركه بتاعه الجسم نفسه. الوصفه دي حلوه جدا جدا لان فيها كمان مكونات انا مجرباها من قبل كده وقويه جدا. يعني الوصفه دي لو ما خسستكيش ما تتفرجيش على الفيديوهات دي تاني، اعمليها بس استمري عليها. لو عملتيها لمده 3 ايام هتحسي بالفرق. بصي بقى، اول حاجه يا ستي هنجيبي ده 6 كوبايات. الوصفه دي على فكره من دكتوره، مش يعني هي من دكتوره وانا مزوده عليها حاجات برضو تانية. هقول لكم الوصفه بالظبط بتاعه الدكتوره، وهقول لكم ايه الحاجات اللي انا مزوداها من عندي، لان هي بتعمل برضو مفعول وقويه وحلوه وما فيهاش اضرار. الوصفه دي كلها حاجات طبيعيه وموجوده في البيت، تمام. حاجات بسيطه جدا اللي ممكن تجيبيها وبتبقى من العطار برضو، يعني ولا مكلفه ولا اي حاجه. بصي يا ستي، اول حاجه عندك 1.5 لتر من الميه، يعني 6 كوبايات، تمام. هنجيب الكيس ده كان فيه كركم. طبعا كلنا طالعين من اعياد والكلام ده وجبنا كركم عملنا فايش، او لو ما جبتيش حتى ب5 جنيه كركم من عند العطار هتاخدي منه شويه من الكركم. طيب انا حطيت كام للتر ونص؟ حطيت 3 معالق كبار، يعني كل كوبايتين ليهم معلقه كبيره من الكركم، تمام. ده اول مكون عندي. الدكتوره اللي عملت الوصفه دي كانت عاملاها ب4 مكونات بس، تمام. انا زودت عليهم 3 مكونات هقول لكم ايه هما وبرده فعالين جدا. تاني مكون معانا جنزبيل. انا هقول لكم المكونات الاول وبعد كده هقول لكم ايه الحاجات اللي انا زودتها وليه زودتها وايه الفايده بتاعتها. طيب الكركم حطينا 3 معالق كبار، وحطينا 3 معالق صغيرين اللي هي بتاعت الشاي جنزبيل بودر، تمام. لو عندك جنزبيل فريش حطي، انا ما عنديش الفريش ده، مش بلاقيه متوفر فبستخدم البودر. طبعا كلنا عارفين الجنزبيل والقوه بتاعته في تنزيل الوزن. هقول لكم انا ليه حطيت الجنزبيل وليه الوصفه دي بالذات عجبتني. اولا الكركم ده بيزود جدا معدل الحرق، وكمان بيقلل السكر في الدم. انا ما كنتش اعرف ان الكركم بيقلل معدل السكر في الدم، بس اعرف ان الجنزبيل بيخسس جدا. فالوصفه عجبتني وشفتها، وهقول لكم برضو على باقي المكونات. ثالث مكون عندي هي حطت برضو ليمون، بس هي قطعت الليمون وحطيته كده طرنشات في الميه دي تكون يا جماعه غلت وطفيتوا عليها. تحطوا الحاجات دي وهي الميه مغليه، تمام، بس ما تحطوهاش على النار، يعني تغلي الميه وتنزلوها وتحطوا فيها المكونات دي وتغطوها وتسيبوها تبرد. انا هنا عندي عصير ليمونه، اخدت العصير وهاخد القشر. طيب ليه اخدت القشر؟ هقول لكم على حاجه. انا القشر ده انا بحس ان كل الفايده بتاعه الليمون اللي في الميه ما تجيش حاجه بالنسبه للقشر بتاع الليمون. قبل كده كان عندي دور برد وكان جامد جدا جدا، اخدت مضادات حيوي كتير وخدت حاجات كتير وادويه، كانت الادويه مفعولها بطيء جدا. قشر الليمون يا جماعه، اكلت قشره ليمونه، يعني شربت كوبايه ليمونه، كنت بشرب ليمون كتير جدا برضو ما كانش التاثير بتاعه اللي هو يعني القوي. قشر الليمونه بقى بمجرد ما انا اكلت قشر الليمونه حسيت بفرق جامد جدا في دور البرد، وحسيت ان جسمي بقى خفيف كده. فقشر الليمون مليان فوائد، وانتي لو لاحظتي انتي بتعصري الليمونه بايدك هتلاقي القشره من بره بتطلع زيوت، فالزيوت اللي في القشر بتاع الليمونه دي مليانه فيتامين سي ومليانه حاجات. فانا قطعت الليمونه كده، هي برضو الدكتوره عملت كده بس قطعت من غير ما تعصر الليمونه. انا عصرت الليمونه عشان اخد الميه بتاعتها وحطيتها في العصير وقشرت الليمونه عشان ابقى استفدت بالميه وبالقشر. قطعتها كده مكعبات طرنشات، اي حاجه تقطعيها اي قطع، المهم ان انت تحطيها في قلب الميه السخنه. طيب قشر الليمون بيعمل ايه؟ قشر الليمون فيه قدره على الحرق اضعاف الميه بتاعه العصير بتاعه الليمون. ده كده 3 مكون. وقلنا الجنزبيل ده فلفل اسود. دلوقتي هشرح لكم بس الجنزبيل الاول. الجنزبيل فيه الدكتوره قالت فيه مضادات اكسده ومضادات انسولين،
تمام. ده بالنسبه للجنزبيل. الفلفل الاسود برضو انا مجرباه، في اوقات بشرب شوربه كتير جدا فلفل اسود كتير جدا، بحس ان معدتي دي رايقه والدنيا تمام، ولا في انتفاخ ولا في حاجه، وبحس نفسي بقيت خفيفه شويه. فالفلفل الاسود بيساعد على حرق الدهون. في ماده اسمها تقريبا اسمها بيبرين او حاجه زي كده، الماده دي بتساعد على امتصاص الكركم، والكركم بيزود الحرق وبيقلل السكر في الدم. فالفلفل ده بيساعد الكركم ان هو الجسم يمتصه، فبالتالي بيقلل السكر في الدم وبيزود معدل الحرق. طب يبقى هي المكونات اللي هي حطتها هم دول الاربع مكونات: الكركم والجنزبيل والليمونه والفلفل الاسود. الفلفل الاسود بيساعد على امتصاص الكركم، والجنزبيل فيه مضادات اكسده ومضادات انسولين، والليمون فيه قدرة على الحرق، يعني اضعاف العصير بتاعه الليمون اللي من جوه. كلنا طبعا عايزين نخس، بناكل زبادي بالليمون، بنشرب عصير ليمون دافي، ولو جالنا برضو دور برد بلاحظ الفرق ده جدا جدا، لما باخد كذا يوم كده اشرب ليمون دافي او حاجات زي كده بلاقي نفسي جسمي بقى خفيف شويه. طيب ايه بقى المكونات اللي انا حطيتها من عندي؟ كمون. طبعا احنا ساعات لما بنكون عايزين مثلا نخف شويه في الوزن بنشرب جنزبيل بالكمون. الكمون غير ان هو بيساعد على الحرق وبيزود الحرق الدهون، كمان في كالسيوم اضعاف اللي في اللبن. يعني الكمون كمان غير ان هو بيخسس، كمان هو مفيد. تمام. عندي هنا ده لبان دكر، برضو لبان الدكر برضو مفيد، برضو في التخسيس وفي سد الشهية والحاجات دي. هحط كده منه، طبعا انا بنقعه واشرب المية بتاعته، بس انا دلوقتي هحطه هنا في المية السطول وهسيبه مع المكونات، ولما يبرد هصفيهم وهاخد المية. تمام. هحط كل المكونات دي في قلب بعض كده اهو، شايفين حطيت كده شوية. طيب الكمون برضو هقول لكم، برضو هكلم لكم على الكمون. انا لما بيكون عندكم مغص او في انتفاخ او عايزين تزودوا الحرق او حاجه زي كده، بنشرب كوبايه كمون، بتحسي نفسك برضو خفيفه، وبيديكي شويه كده من ان انت تحسي ان انت نشيطه شويه. ده غير ان هو بيبقى طارد الغازات، وغير ان هو بيبقى فيه نسبه كالسيوم عاليه جدا، فده برضو حلو مفيد. طيب ولبان الدكر برضو احنا عارفين فوائده برضو للمعدة و للحاجات دي برضو كلها. هنا برضو حطيت مكون تاني، يبقى انا حطيت كمون، حطيت لبان دكر، وحطيت كمان في حاجة اسمها صمغ مغربي. طبعا الحاجات دي لو في حاجة مش متوفرة ممكن تستغني عنها في اللي انا حطيتهم يعني. تمام. برضو في الحاجات الاولانيه برضو تقدري تستبدليها وتحطي مكانها، يعني المتوفر عندك المكونات دي كلها موجوده من البيت. الصمغ المغربي انا بنقعه برضو في ميه، لان بيبقى فيه شويه من الشوائب، وده بيبقى معروف جدا برضو للسد الشهية ولحاجات كتير برضو تانية. برضو انا جبته برضو، كنت بحطه برضو مع لبان الدكر، كان حلو جدا، يعني بيخلي الواحد كده ما يبقاش اللي هو الشهوة بتاعت الجوع دي ما بتبقاش موجودة. هحط كده قطعتين، طبعا هما بياخدوا فترة من ما يدوبوا، بيدوبوا مع المية. فهسيبهم بقى في المية دي طبعا اتفقنا ان هي مية مغلية، وبنحط فيها كل المكونات دي. تقدري اي حاجة مش موجودة تقدري تستغني عنها وتعملي المتوفر عندك اللي موجود، كلهم ليهم فعاليات حلوة جدا جدا جدا. طيب احنا قلنا كده كل حاجة وايه الفايدة بتاعتها في الوصفة. هقول لكم برضو على في حاجات، طبعا في ناس بيبقى عندها قرحة في المعدة او عندها ارتجاع في المريء. الدكتورة اللي عملت الوصفة دي قالت اللي عنده قرحة او ارتجاع في المريء يبقى بلاش الليمون والجنزبيل، يستبدله بشاي اخضر. طيب انتي لو عندك مثلا شاي اخضر حطيه بدل الجنزبيل لو انتي عندك ارتجاع في المريء ولا اي حاجة. تمام. انا هنا غطيت الحله اللي انا حطيت فيها المكونات دي كلها والميه، وسبتها لحد ما تبرد طبعا، عشان لما احطها في ازازه ما يعني ما تسيحش الازازه، والازازه طبعا تتفاعل مع المكونات دي لان الميه مغليه زي ما قلت لكم. طيب سبتها تبرد، غطيتها وسبتها تبرد عشان تنزل برضو كل البخار والحاجات دي كلها تتكثف في الغطا بتاع الحله وتنزل في قلب الوصفه، ما تبقاش الوصفه كده ايه الحاجات والزيوت العطاره اللي في الحاجات دي زي الليمون والحاجات دي
تطير كده وما بقاش استفدت بالوصفة. كل حاجة تنزل في الوصفة، غطي الحلة كويس علشان اي حاجة تتبخر تنزل تاني في قلب الوصفة، وتبقى انت كده استفدتي بكل حاجة وكل فتفوتة في الوصفة انت حطيتيها. بصوا انا حطيتها في الازازة بالشكل ده. ده الكركم وقشر الليمون هحطه برضو في الازازة، لان انا هسيب الازازة في التلاجة. هتاخدي منها كل يوم 3 كوبايات بقى قبل الاكل او بعد الاكل. انا بفضل اني انا اخدها قبل الاكل بساعة او بعد الاكل بساعة، بتزود معاكي الحرق. انا مش فاكره بصراحه، يعني هي قالت قبل الاكل على طول ولا بعد الاكل، مش فاكره بصراحه، بس انا بفضل الحاجات اللي زي كده اشربها قبل الاكل بساعه. بتزود معايا، بتسد الشهيه وبتزود الحرق. لو انا هحرق عايزه احرق الدهون، لو انا هاكل وجبه برضو سميكه شويه او دسمه قصدي، وفيها برضو نسبه دهون وعايزه احرق الدهون دي. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم وجربوها. بصوا الازازه دي المفروض ان انتوا كل يوم تشربوا 3 كوبايات، فهتقعد معاكم مثلا يومين 3. انا بصراحه عايزه اقول لكم ان طعمها قوي جدا. انا ما بقدرش اشرب بالكوبايه، انا بشرب كده يعني ايه، نص كوبايه نص كوبايه بس. كل ما بعوز اشرب بدخل اشرب منها، يعني بفتح التلاجة اخد منها ربع كوبايه. كل شويه كده باخد منها ربع كوبايه، لان ما بقدرش اكمل كوبايه كامله. ورغم ذلك عملت معايا مفعول حلو جدا، حسيت نفسي خفيفه. اعملوا الوصفه وعلى ضمانتي، ووصفه حلوه جدا. اتمنى اشوفكم فيديو جديد. باي باي.